بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كاتشب في البيت بطريقة سهلة ومش مكلف خالص، عشان نضمن يكون حاجة مضمونة تأكليها لأولادك، وخصوصا الأولاد كلهم بيحبوا الكاتشب. مكوناته بسيطة وسهلة. شوفوا كده معايا كيلو طماطم. بغسل الطماطم كويس وهنقطعها بعد شوية. ومعانا هنا نص كوباية خل، ربع كوباية مية، نص كوباية سكر، معلقتين كبار نشا، معلقة ملح، مع رشة فلفل أسود أو ربع معلقة فلفل أسود. بعد كده نص معلقة توم باودر. خليكم معانا، هنبتدي في خطوات عمل الكاتشب. بجد سهلة وسريعة خالص، وخصوصا بقولك نأكل أولادنا حاجات مضمونة في البيت، بدل ما نشك في الحاجات اللي بنشتريها من بره. خليكم معانا. غسلنا الطماطم كويس وقطعناها وحطيناها في الحلة، وحطينا عليها ربع كوباية طماطم. هنخليها تغلي حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، وبعد كده هنكمل عمل الكاتشب. ونخليكم معانا. وده شكل الطماطم بعد ما خليناها ربع ساعة تغلي على النار. بعد كده ممكن تضربيها بالخلاط أو الهاند بلندر. أنا هضربها هنا بالهاند بلندر. بنضربها كويس عشان بعد كده بنصفيها. وبعد كده نصفي الطماطم في المصفى كده. نصفيها كويس كده في المصفى. بعد ما صفينا الطماطم بنحط نص كوباية الخل، ونص كوباية السكر، والملح، وفلفل أسود، والثوم باودر. وبنحط المكونات دي كلها في الحلة مرة تاني وبنرجعها على النار. بنحطها في الحلة كده وبنرجع المكونات دي كلها تغلي تاني على النار. خليكم معايا. وحطينا الحلة على النار اهو، الطماطم بتغلي. دلوقتي هنحضر النشا ونحطه عليه. خليكم معانا. بعد كده بنحط للنشا مية زي كده، معلقتين نشا كبار، وبنحطهم على الطماطم على الكاتشب ونقلبه كويس. كنت عايزة اللون يكون غامق عن كده، لون الكاتشب، ممكن تحطي معلقة بابريكا، بس هو كده الطماطم لونها حلو، مش محتاجة اغمقها اكتر من كده. النشا ده بيخلي الطماطم تمسك او الكاتشب يمسك. شايفين الجمال؟ استمر في التقليب عشان ما يكلكعش معانا النشا. ده شكل الكاتشب بعد ما خلصناه. بجد احسن بكتير من انك تشتريه من بره. مضمون والاولاد بيحبوه خالص. كيلو الطماطم عملنا برطمانين. تحطي الكاتشب في اي مكان ويقعد في التلاجة بدون مواد حافظة. بجد اوفر واحسن واضمن انك تعمليه في البيت، وطعمه زي الكاتشب بالظبط، مفيش اي اختلاف. بجد جربوه هيعجبكم خالص.
ويا رب الوصفة تعجبكم، وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في وصفة تانية في رعاية الله.